اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده هعمل روتين كده يوم الجمعه، عاملين محشي، عاملين شغل كده حلو من اول الفطار لحد ما هنتغدى بقى. طبعا هنشوف كده مع بعض هعمل ايه النهارده. كده اول حاجه ببداها ان الصلاه شغاله، فبحضر الفطار كده عشان جوزي وابني يطلعوا كده من الفطار من الصلاه يلاقوا الفطار جاهز ان شاء الله. هحمر برضو شويه بطاطس كده اهوت، وهعمل ايه هنشوف مع بعض هنعمل ايه دلوقتي. يعني ايه، كسرنا روتين الفول والطعميه كده اهوت، فهنعمل اكل خفيف. بما ان جوزي جاب لي مش وجاب لي زبده وجاب لي حاجات كده اهوت، يعني شويه حاجات قبل الصلاه فجابها لي، فانا قلت ايه ان انا هعمل لهم جبنه بطماطم وبطاطس محمره وحاجات. بس برضو لازم نحط الطعميه في النص يعني. ايه الحاجه اللي جابها لي اهي كده اهوت، جايب لي بطاطس وجايب لي شويه فاكهه وجايب العيش يعني وجايب الحاجات دي. دي كده شويه فاكهه كده اهوت، مش عارفه هو ايه، طماطم تقريبا وحاجات زي كده. لا الفاكهه هي فضيتها هي عشان تتحط في التلاجة كده اهوت، عشان تبقى سهله على اي حد حابب ياكل حاجه. وادي العيش بقى بتاعنا. طبعا ابني لازم يجيب قصب، كل جمعه لازم يجيب قصب. ايه هطلع بقى العيش كده اهوت، هو حاطه زي ما هو كده بالعرق بتاعه، فهطلعه كده افركه شويه، اطلع الرده اللي فيه وانضفه وارصه كويس في الكيسه كده اهوت، عشان يتحط في الفريزر يبقى ايه نضيف كده. اما اطلعه اطلع الواحده كده على بعضها، الرغيف يعني ايه على بعضه كده حلو. وكان جايب لي زبده، فهسيح برضو معاكم الزبده دلوقتي. فكله يعني ايه الشغل، ايه الحاجه اللي جت كلها بتاعت يوم الجمعه هنعملها كلها كده مع بعض. كان جايب لي زبده كانت حلوه قوي قوي الزبده يعني. هسيحها برضو معاكم بس بعد ما اخلص خالص الفطار، وبعد كده ابدا فيها عشان ابقى ايه واقفه جنبها عشان ما تتحرقش يعني، ما انساهاش ولا حاجه وتتحرق على النار. هتتحرق بقى، خساره الفلوس اللي راحت تبقى راحت في الارض. اهو كده العيش بقى افركه كده اهو، اطلع الرده اللي هي الزياده اللي فيه وارصه كده رصه حلوه. لو فيه حاجه هتتفرد معايا بفردها، ما فيش حاجه خلاص، وارصه كده فوق بعضه كده اهوت يبقى مرصوص حلو. البنات بتساعدني برضو، كانوا بيصلوا كده اهوت، فقلت لهم بقى حطي فريش ملايه بقى في الارض كده عشان ايه تبداوا انتوا تعملوا العيش وانا اكمل الفطار. فكملت بقى الفطار الصينيه كده اهوت، طلعت البطاطس كده قليتها. لا بس البطاطس اللي انا معتاده ان انا اجيبها كانت احلى من كده، بتطلع مقرمشه، ما بتطلعش فيها حمار خالص يعني، ما بتطلعش مسوده كده خالص، لازم تطلع ان هي محمره شويه كده وحلو ومقرمشه. اللي هي بتاعه الشيبسي بتبقى حلوه دي، متعوده عليها، بجيبها من جنبي من هنا اهوت. يعني الخضر اللي جنبي حلو قوي، البطاطس بتاعته عكس اللي هي ايه جايبها من الفلاحين يعني، اللي هم الفلاحات اللي بيبقوا قاعدين وكده. هو جايب منهم الزبده وجايب منهم المش وجايب منهم الخضار والحاجات دي كلها. بس في حاجات بتبقى حلوه وفي حاجات مش قد كده. البطاطس مش ما عجبتنيش بتاعتهم يعني، مش بتاعتهم، هي واحده بس يعني اللي بجيب منها اللي هي فالبطاطس بتاعتها ما كانتش كويسه. الطماطم كانت بلدي حلوه، الفلفل كان حلو، الحاجه كلها بتاعتها كانت حلوه، لكن البطاطس لا ما عجبتنيش. والمش كان جميل جدا يعني. اهو جايب لي المش اهو، وجايب لي نص كيلو، بس انا زودته بقى بمش من عندي. انا كنت عامله الحاجات اللي هي بتبقى باقيه زبادي، نص كوبايه زبادي بتبقى باقيه، عيل ما اكلش الكوبايه كلها، حته جبنه ناشفه كده نشفت في الطبق ولا كده، فبروح حطها كده على شويه شرش واحط لهم شطه وحاجات يعني، ما برميش حاجه. حطيتها عليه وزودتها بالشكل كده، خدوا طعم المش اللي هو القديم اللي انا جايباه يعني، المش اللي احنا كنا لسه شارينه اللي هو القديم دوت، من اللي احنا جايبينه من الفلاحه. هنقلي بقى شويه بتنجان كده جنب الطعميه والمش. وكمان جايبه منها الخس والحاجات دي. هقطع طماطم بقى عشان المش هيبقى حلو كده بالطماطم، تحط عليه شويه زيت بيبقى زي العسل. ادي الطماطم، ما عملتش اي بقى، ما كترتش الفطار ما يبقاش كتير لان انا عامله محشي، فمادام عامله محشي كده وفي اكله دسمه هتتحط فالفطار يبقى خفيف شويه. اهو حطينا بقى كده شويه المش دول طعمهم عسل زي العسل طبعا. اهو بالشكل ده، ونفركه كده بالجبنه. حطيت جبنه قديمه من اللي عندي، جبنه اللي هي الحادقه عندي، وشويه الزيت كده اهو. خلاص خلصت كده، واحط عليه البتنجان بقى طلع اهو، وحطيت عليها الليمونه وملح وشويه ملح وخلاص. اهو الوقت بقى الفطار خفيف كده اهوت، كلها تحسها فلاحي في فلاحي يعني، قاعده فلاحي. هنضف بقى كده بعد الفطار، هنضف بقى بقيه الخضار والحاجه بتاعتي اللي عشان هحط الخس بقى في التلاجة اللي انا جايباه، فلازم بنضفه كده اهوت. اطلع اللي هي الورقه الخضراء اللي بره دي كده كده محدش بياكلها،
حلوه لو حد عنده فراخ ولا حاجه تبقى كويسه، الحاجات ديت ما تترميش. وبصراحه بتبقى كميه الورق ده بيترمي بيبقى الواحد مستخسره، بس طبعا محدش هياكله. فهرميه بقى كل ده كده، ونضفت كده الخس احطه بقى في درج التلاجة وناخد منه على طول، يعني ايه، على الفطار، تعملي سلطه، تعملي اي حاجه. انضف بقى الكرنب عشان ابدا بقى في الغدا برضو، عشان يبقى ايه الورق كله ارميه مره واحده كده اهوت، ويبقى شنطه واحده عيل ينزل انا اديها لابني كده يرميها، وايه، واخلص من الكركبه الكتير في البيت. خلاص كده خلصنا، نبدا بقى نشوف ايه الحاجات اللي احنا جبناها. الحاجات دي انا اللي جبتها بقى، نزلت جبت بتنجان وكوسه وبصل كانوا ناقصين، فطبعا ايه جوزي مرضيش يجيب بقى جاب اللي قدامه وما جابش بقيه الحاجه، فنزلت انا جبتهم. جبت دولت عشان هنعمل بقى محشي بقى من جميع انواعه. كده خلاص بقى الزيت برد كده اهوت، بصفيه كده احطه في برطمان عشان استعمله في حاجه تانية، ما يبقاش الزيت قلي على قلي على قلي، بيسود الطاسه وفي نفس الوقت ان هو ايه بيسود هو كمان. فكده بنضف على طول الحاجات اللي انا حطاها دي فلاين بتبقى قديمه بتاعت ابني، فبطلعها اللي هو ما بيلبسهاش يعني، ولا تنفع تديها لحد ولا ينفع يتلبس يعني بقى فيها قطع فيها مش عارفه ايه، فتاخديها تداري بيها كده البوتاجاز، بداري بيها البوتاجاز عشان خاطر ايه الطرطشه والحاجات ديت. مش كل شويه هقعد اغسل في البوتاجاز وكده بيتملي زيوت، بيبقى مش حلو، شكله مش حلو خالص. وكده بعد كده اهو خلصت بشويه جلانس كده ومنديل وبتمسحيه كده على طول. بس الحوامل دي بتبقى محتاجه دعك على طول يعني، علشان الزيت لما يلزقش عليها ولا يصبر عليها، هي مش عايزه كل مره ان انت تلمعي البوتاجاز وتسيبي الحوامل بتاعته كده اهوت. لا، عايزه تتغسل الحوامل من وقت للتاني، تمشي عليها ليفه كده او فرشه او اي حاجه، يتمشي عليها اي حاجه تفضل الدنيا كده نضيفه فيها. خلاص بقى كده هبدأ السمنة، الزبدة بقى كده هسيحها، انا بمسحها كده لان طرطشة الزيت كانت عليها وعلى الغطا وكده، فمسحتها كده عشان ما يلزقش برضو الزيت مع الغليان الكتير يلزق. هعمل بقى كوباية شاي عشان ابدأ بقى اخلص حاجة مطبخي كده اهوت برواقة. جايبه النعناع كده اهوت عشان المحشي، فطبعا حطي عود كده اهوت في كوباية الشاي يبقى طعمه حلو. نروق على نفسينا برضو. خلاص نخش كده نغسل بقى شويه المواعين، وطلعت كمان الفراخ اهي بتفك على الرخامه. اغسل بقى شويه المواعين دولت مش مستاهلين ان هم يخشوا الغساله، فقلت ايه ان انا اخلصهم على طول، يعني ايه حبه قليلين خالص بتوع الغدا كده، حاجه بسيطه مش كتير، ويتغسلوا كده على الايد، مش شرط ان انا ايه ادخلهم الغساله. فهغسلهم واصفيهم على طول، بحيث ان انا ايه افضي الحوض خالص. وفي حاجات طبعا ما تنفعش تخش الغساله خالص، اللي هي الطاسه اللي احنا قاليين فيها ديت مش هينفع، لازم تدعك بالسلكه. وشويه الطباق اللي هم اللي بتاعه البطاطس والحاجات دي، فبدل ما هكون بقى حاجات وخلاص، ما كده كده هغسل، فمش شرط ان انا ايه شويه الطبق دولت يتغسلوا على اليد. هنغسلهم بقى كده. طبعا مطلعه الفراخ، طبعا هحطها بقى في ميه كده اهوت وتفك، انا غسلاهم طبعا قبل ما اشيلهم، لازم قبل ما اشيلهم في الفريزر بكون غسلاها، وغسلاها بخل وملح ومنضفاها، ومش مخليها فيها ريشه ولا اي حاجه، ولا اللزلقه اللي يبقى فيها دي كلها. كل الحاجات ديت لازم ان انا اغسلها قبليها، يعني قبل ما اشيلها في الفريزر اطلعها ان انا برضو بغسلها تاني، بس مش بيبقى ايه الغسله الكتير يعني، لان انت بيبقى لما بتطلعي الفراخ بيبقى عندك لسه هتعملي خضار، تنضفي خضار وتعملي، فبيبقى كله في يوم واحد بيبقى كتير. لكن طلعي حاجتك على طول، هتحطيها مثلا لو انت هتطلعيها وتنقعيها شويه في ميه وليمون، محلول ليمون كده اهوت وملح، على بال ما بتخلصي تنظيف الخضار وكده اهو بتكون هي خلصت يعني، تكون الفراخ فكت واتشطفت وبقى ريحتها حلوه. لكن ما تشيليهاش كده اهوت بوسختها والكلام ده كله، تقولي اما اطلعها ابقى انضفها وكده، لا مش بتبقى حلوه. لكن ابقى شايله الحاجه نظيفه، وما اطلعها برضو بغسلها برضو غسله تانية. ادينا بقى بدأنا نخلص شويه المواعين كده كلهم، ما فيش بقى غير الطاسه بتاعت الزيت، لازم اعمل لها سلكه بقى كده اهوت عشان اغسلها، مش عايزه الزيت يلزق فيها، عندي طاسات كتير الزيت لزق فيهم من كتر ما انا ما بنساهم. في اخر حاجه ديت لا، مش راضيه ان انا اسيبها للزيت يعني صراحه، بخاف عليها يعني، اصل بقى لها اكتر من 25 سنه الصينيه دي، عندي حاجات كتير كده بقى لها 25 سنه، شويه حلل كده اهوت.
بتصعب عليا، ما بستعملهمش بصراحه، عاملاهم في المتحف يعني. خلاص كده هعمل طبق الميه ده كده، وهملاه بقى كده اهوت، املاه ميه على الخضار على الفراخ كده، تفك وبعد كده بغسلها. هكون بقى خلصت الكرنبه وخلصت الحاجات كلها، خلصت خلطه المحشي. يعني انا مش بقور الا بعد ما اخلص، مش بقور الكوسه والبتنجان والحاجات دي الا بعد ما اخلص خالص. ادي الزبده بتاعتنا اهي، لازم اصفيها، لازم الزبده تصفيها، ان انتي مش ضامنه هي الزبده فيها ايه. بص كمان هوريكم هي طالع منها ايه يعني كمان. بس بنضفها بقى كويس كده، انضف الحله كويس. على فكره الحله هغسلها تاني وهحط اضيف فيها افضي فيها الزبده اللي انا صفيتها دي. بصوا بقى المنظر، كل ده كان فيها برضو وانا بعملها، كان فيها شويه ذره كده اهوت، كان في حاجات يعني ايه، حاجات بسيطه كده بقيت اشيلها، فخلاص لازم ان انا اصفيها علشان يطلع اي حاجه منها. هنبدأ بقى في الكرومبة كده. خلاص انا سبت الزبدة بقى تستوي وانا واقفة جنبها. لازم تحطي الزبدة تبقي جنبها، ما تسيبيهاش وتمشي. اهو بقلب كده شوية في الكرومبة، احطها كلها على بعضها وبقعد اقلب فيها لحد ما تدبل، وبعد كده بغطسها في قلب الحلة. بعملها برضو على قد الحلة، لو هي كبيرة مثلا كبيرة على الحلة بشيل كام ورقة كده من على الوش، مش بحب ان انا اشيل كله عشان ما تطلعش مهرية ومتقطعة وكده. شوية كزبرة على شبت على بقدونس كده اهوت، اللي هم بتوع بتوع المحشي. هنغسلهم برضو كده اهوت، اغسلها واسيبها تصفي على المطبخ، يعني اسيبها على بال ما اخلص الاكل خالص تكون هي صفت الميه بتاعتها، وبعديها بقطعها وانا بخلص خالص، يعني ايه في اخر حاجه. مادام اتنضفت كده واتغسلت خلاص، هي بقى انا بشيل همها خالص لما بتبقى لسه زي ما هي. لكن نضفتها وغسلتها وخلاص شلتها خلاص، ما عدتش مش شايله لها حاجه. هطلع بقى الكرنب كده، بصي بتسلت بقى خلاص، مادام استوت تسلت واحده واحده كده، بيتمسك بالشكل كده، تطلعي ورقه ورقه بتطلع زي الفل. كان الفيديو اللي فات كانت اتمسحت سلق الكرنب وتقريبا التقطيع وكله، فما كنتش عارفه اوريكم التسويق ان انا بسلقه ازاي. انا بسلقه كده جوه الحله كله، ولو مقطعاه بروح محطها كده 3 ورقات في الحله. نقي اكبر حله عندك واسلقي فيها الكرنب. ادي الزبده اهي كده على النار، ايدي فيها كده بقلب فيها كده على طول كل شويه لحد ما الاقيها كده اهو. خلاص هنشوف برضو المنظر بتاعها، تبقى عامله زي ايه، الذهبي كده، لونها ذهبي كده. خلاص تطفي عليها، يعني تطفي عليها قبليها بشويه وهي لسه في اللون الذهبي فاتح شويه، تروحي طافيه عليها، لان هي حتى بتكمل تسويتها وهي في الحله بعد ما بتطفي عليها لسه لحد ما الحله ما تبرد. البصل اللي احنا عملناها مع الفلفل دي اللي هي البصله بتاعت المحشي، يعني هقليها للمحشي. احط زيت كده اهو على شويه سمنه، حطي بقى شويه زيت حلوين كده اهوت عشان الزيت هو اللي بيخلي الرز يفلفل. هتطلع معلقتين سمنه كده اهوت، هو طبعا بالسمنه مادام سايحه بتاخد ايه معلقتين، حتى لو مليتيها معلقتين صغيرين مش بتبقى كبيره يعني. هقلي كده البصله شويه كده اهو احمرت، انزل عليها بطماطم متقطعه، بقطعها في الخلاط، مش بان انا بضربها في الخلاط يعني تبقى ناعمه، لا بقطعها، لان انا عندي هزودها بصلصه من اللي انا حطاهم في الفريزر. الصلصه اللي انا بفرزها دي هطلع احط عليها كيس. وكان باقي عندي من المحشي اللي فات، كان بقى عندي كيس برضو من الصلصه حطيت عليها. ادي بصي اهي المنظر بتاعها، الزبده بقى لونها ايه دي كده بعد ما بردت، يعني بنطفي عليها قبل كده تبقى لونها يعني المرته بتاعتها بتبقى فيها حته مثلا ذهبي وحته بيضه كده اهوت، ما تبقاش يعني فاتحه شويه، مش بيضه قوي يعني تبقى فاتحه. بتطفي عليها، هي بتكمل التسويه بتاعتها وهي في الحله لحد ما الحله ما تبرد. بقطع بقى الكرنب بتاعنا، غسلته كده اهوت، حطيته في الحوض وغسلته وطلعته كده اهوت في الصينيه. هقطعه واحطه بقى في مصفى عشان يصفي الميه بتاعته كلها. هو مهما عملتي فيه بيبقى فيه ميه، تقعدي تصفي فيه يوم كامل برضو بينزل ميه. فانا طول ما انا بقى قاعده حطاه كده في ميه عشان يصفي الميه بتاعته خالص، حطاه في مصفى كده اهوت يصفي خالص. ادي الصلصه بتاعتنا اهي، قلبت شويه المحشي، يعني سبتها استوت شويه مع البصله الطماطميه، وبعد كده بنزل الصلصه اللي هي المستويه بنزلها عليها. ودي الصلصه اللي هي كانت باقيه مننا من المحشي اللي فات. الزبده بتاعتنا خلاص خلصناها كده ساحت، بصي المنظر بقى، نفضيها. دولت 2 كيلو زبده، عملوا معايا حوالي كيلو ونص او 2 كيلو الا ربع. يعني بصي هو ما ملاش البرطمان التاني، بس البرطمان الكبير ده، البرطمان اللي هو الصغير دوت بيبقى حوالي 900 جرام.
يعني ما بيبقى فيه مربى بيبقى 900 جرام، المربى دايما تلاقي عليها 900 جرام. التاني الكبير دوت انا مش عارفه، بس هو ازيد من كيلو، يعني ما اظنش انه دوت كيلو. فانا اقول ان هي عملت مقدار الاتنين كيلو، يعني ما طلعتش كتير، يعني ما عملتش هالك كتير تعتبر. طلعت الاتنين كيلو زبده، طلعتهم حوالي كيلو الا ربع من السمنه. ودي المرطه بتاعتها كانت زي العسل، المرطه بتاعتها مرمله وحلوه. انا كل مره ما بجيب زبده بحط المرطه بتاعته في المش، فصراحه استحرمت ان انا احط المرطه دي في المش. دي بصل، معلقه بصل كنت سايباها عشان احطها على التسبيكه بعد ما تستوي. خلاص بقى كده خلصنا التسبيكه بتاعتنا وحاجتنا، نبدا بقى ايه نسلق الفراخ بعد ما فكت واتغسلت وبقت زي الفل. حطيت بقى ايه لورا وفلفل اسمر حب، وحطيت كبيبه صيني حب برضو، وبصلايه وطماطميه كده اهوت يسوي فيهم. مش بحب ان انا احط الحاجه المطحونه الا لما ما بيكونش فيه، يعني ما يكونش فيه حصى، فبحط اللي هو ايه المطحون. خلاص كده انا خلصت كل حاجه. انا بقول لكم اخر حاجه ان انا بعملها بقور الكوسه والبتنجان، يعني بعد ما اخلص كل حاجه المحشي كلها. وساعات بيقول ان انا ببدا فيه لو انا جايباه من بالليل بخلصها من بالليل واحطه في التلاجة في كيس كده في التلاجة، وبعد كده بقوم اعمله. هنخلص بقى شويه المحشي كده ونبدا بقى في الخلطه بتاعتنا. ده كده شويه نعناع، بوريكم ان انا بحط فيه نعناع، يعني انا جايبه له نعناع مخصوص اصلا يعني عشان خاطر المحشي، ان انا بحب النعناع في المحشي يعني دايما. حتى اما بيتبقى من الاخضر اللي انا بجيبه، بس الاخضر بقى النعناع البلدي اللي بيبقى جميل وزي العسل، بيبقى باين في الطعم كده في كل حاجه. ما هي الخضره بتاعتي حطيت هنا حوالي كيلو ونص من الرز عشان يكفي معانا الكميه اللي احنا عاملاهم. يعني انا جايبه حوالي 2 كوسه وكيلو بتنجان وعليهم الكرنبايه، يعني الكميه ديت ممكن شويه فلفل كده من عندي، فممكن هياخدوا معايا كرنبايه كبيره، فهتاخد معايا حوالي كيلو رز يعني. انما الكوسه والبتنجان هياخدوا النص كيلو، فعشان كده عيرتها بالشكل كده اهوت. حطيت هنا البهارات بتاعتي، فلفل اسمر وكزبره وبابريكا. كزبره بزود الكزبره، بحط 4 معالق كزبره بصراحه من المعالق الصغيره يعني. احط بابريكا وفلفل اسمر، اي بهارات انت بتحبيها بتحطيها، بس انا الكزبره والفلفل الاسمر معلقه كمون صغيره، ودي معلقه شطه اللي هي الحمراء اللي على الوش دي، حطيت شطه كده عشان اديها شويه ايه سبايسي. هقلب بقى كده اهوت الخلطه كده بتاعتنا خلصت، هقلبها بقى كلها كده في بعض، وبعد كده نبدا الحشو بتاعنا. هنا خلاص هحط الحشو بتاع الكوسه، القلب بتاع الكوسه كده اهوت من تحت للحله اللي بتاعت الكوسه، بديها شويه رز كده. اما بتستوي قوي وحب حد حابب ان هو ياكل اللي تحت دوت، ما بيكونش محروق ولا حاجه، حد يعني حد حب ياكله بيبقى طعمه حلو مع الرز. يعني الرز بيديله طعم حلو مع التسبيكه وكده اهوت، اديتي طعم المحشي فيه. هنا انا ببهر الباذنجان والكوسه الاول قبل ما احشيها، بحط جواها شويه فلفل اسمر، بديها البهارات بتاعتها تبقى طعمها حلو كده من جوه. ان الكوسه برضو بتبقى يعتبر عدمه، البتنجان عادم، الحاجات دي بتبقى عدمه يعني خالص، فبتحطي لها شويه فلفل اسمر بتديها طعم حلو، وانت كانك بهرتيها بتاكلي الحاجه حاسه بطعم البهار فيها. خلاص هي يا بنتي هنا بتكمل بقى هي تبهر، وانا بحشي بقى كده بحشي البتنجان وبحشي الكوسه كده اهوت. اجهز الاول الحله دي، انا هحطهم برضو واقفين، انا بحطهم كده لان هي لسه واحده لوحدها مش هتقف، يعني بحطهم جنب بعض، بعد كده بخلصهم وبعد كده برص. ادي الفراخ بتاعتنا خلصت، هطلعها كده من الفرنه. هنا وانا بصور بايديا بقى لان الستاند بصراحه وقع واتكسر، فبصور بايدي، فمعلش بقى في الحته دي يعني. خلصنا كده اهو طلعناهم، هحطهم برضو هرصهم كده في الطاجن ده، في القارب دوت كده اهوت، بشويه سمنه بلدي كده من اللي احنا لسه مسيحينهم، ندي بقى طعم الحلو كده للفراخ، ونرجع كده للطعم بتاع زمان، السمنه البلدي كده اهوت والتحمير. فانا مش هحمرها على البوتاجاز بصراحه، يعني مش عايزه طرطشه والحاجات دي، فهحمرها تحت الفرن كده اهو تحت الشوايه حلو قوي. يعني انا استكفيت بكده عشان الطرطشه يعني بتبقاش كتيره، وحبه سمنه كده على الوش، تبقى خدت سمنه كده قليله، وشويه ملح بفلفل اسمر كده من على الوش برضو على وشها، واما تقلبيها الناحيه التانية حط لها شويه فلفل اسمر وملح، وندخلها على تحت الشوايه كده تتحمر تاخد لون. أهو. ادي المحشي بتاعنا خلص،
كده خلاص هسقيه بقى بالشوربه بتاعته واحطها على النار. تمام. احط له كده اهو، بستعين بقى بكوبايه كده اهوت ان انا احط بيها، بتبقى مليانه، فايه مش لسه هجيب مجرفه وكده اهوت. خلاص سقيته، مش ان انا ايه ما مليتوش ميه، ما مليتوش شوربه على الوش كتير. خلاص برش بقى شويه ملح بقى، عشان ايه مش ضامنه الملح بتاعها هيبقى مظبوط ولا لا، هي كده كده اي شويه ملح مش هيأثروا فيها يعني. فحطيت فيها شويه ملح عشان ايه الملح بتاعها والطعم، بيبقى الكوسه مستويه، بيبقى الرز مالح حلو، لكن الكوسه عايزه ملح تاني كده اهو، فانت ايه حطي شويه ملح كده من على الوش. حطيتهم كده على النار، فطبعا ايه كده مش مستكفيه ان السفره تبقى فيها محشي وفراخ بس يعني. فقررت ان انا اعمل عفوا، قررت ان انا اعمل صينيه بشاميل. طلعت بقى كيس لحمه من الفريزر، رحت قلت ايه اما اعمل صينيه بشاميل صغيره كده اهو، تقعد كده في نص السفره تبقى شكلها حلو. خلاص كده بقطع البصله كده بالشكل دوت واحطها على النار ان هي إيه تتعمل، على بال ما اخلصها خالص كده اهو اكون خلصت شويه المواعين اللي هم ايه اتبقوا مكان الطبيخ، الكركبه، واللي عايز شاي واللي بياكل واللي مش عارفه ايه، فالدنيا ايه كانت هايصه يعني حواليا. فقلت ان انا الم شويه المواعين كده اهوت واعملها. ادي حله السمنه كمان لسه هي عايزه تتغسل، فبلم بقى الطباق، قلت ايه الحاجات التقيله دي انا اغسلها على ايدي، والطباق اكمل عليهم كمان طباق الغدا، واروح ايه يتغسلوا كلهم في الغسالة. حطيتهم كده واحدة واحدة كده، بملاها مرة، مش بملاها مرة واحدة، على مراحل يعني، مش شرط مرة واحدة. تتلميت المعالق كده بالشكل ده، نحطهم بقى كده ونملى الدنيا، ونخلص بقى من الكركبة اللي حوالينا. الحوض لما بيبقى مكركب صراحة بيبقى عامل لك طاقة سلبية او اكتئاب، وانتي واقفة كده بتطبخي تبقي حاسة في حاجة غلط. هنا بعمل بنتي بقى دخلت هي بقى تقلب في اللحمه وتعمل لسان العصفور، وانا هنا ايه كنت بعمل المواعين يعني. خلاص بطلق الحاجه كده اهوت، سلقت المكرونه، وادي لسان العصفور اهي بتتعمل. يعني الاكل كله ان شاء الله يخلص مع بعض وبيبقى حلو يعني، الحاجه كلها هتخلص مع بعض يعني. عموما انا قلت ان انتوا المحشي محطوط، بس انا هحط البشاميل هحطها في الفرن الكهرباء عشان تخلص بسرعه. خلاص كده حتى الشوربه خلصت اهي. حطي لي بقى لايك للفيديو لحد كده، وصلي لنا بقى لحد كده اهوت، حطي لي لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع كده ان شاء الله بيكم. بس شاهدوا برضو البشاميل بتاعتي جميله جميله جميله، عايزه كل حد يجربها، طعمها حلو جدا. مش شكرانيه والله في نفسي، بس هي طعمها حلو قوي. انا حطيت هنا سمنه، حطيت زيت، وحطيت عليه معلقتين سمنه، ممكن زبده اللي موجود عندك، ممكن زيت بس. وقلبت كده، حطيت معلقتين من الدقيق، معلقتين من الدقيق، وبقلبهم بقى كده شويه. هقلب بقى الدقيق ده كده اهوت، معلش اصل انا بعدت عن الباب عشان الباب كان في حد على الباب. هقلب، حطيت شوربه بقى على البشاميل، ان انا ما كملتش مش بحط كله لبن، بحط شوربه وبحط لبن الاتنين، بس عشان اللبن غالي بقى فحرام يعني ايه، اللبن غالي مش هحط كله لبن، لكن بيطلع طعمه زي العسل. حطيت شوربه من بتاعه الفراخ، او ممكن ميه ومكعب مرقه، انا برضو كل ده وهحط مكعب مرقه يعني. خلاص كده اهوت، عشان اللبن يعني حرام يعني، اللبن غالي يعني. انا مش عارفه اللبن عمال يوصل في كده اسعاره عاليه قوي، فبصراحه قلت خليك بكوبايه ديت للعيال اللي مش عارفين بعد كده هيعملوا ايه يعني، حلوا مشكله اللحمه بلحم الكلاب ومش عارفه ايه، فتيجي بعد كده اهوت ما تعرفش هيعملوا ايه في اللبن. والله ممكن نبقى نجيب لنا كلبه من اللي بترضع دي كده، نحلب منها شويه لبن. خلاص كده البشاميل بتاعتي خلصت، حطيت عليها جبنه رومي، وهي في المرحله دي بحط جبنه رومي ومكعب مرقه ومعلقه لحمه، او الميه لو في صوص في اللحمه، اللي احنا اللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها فيها صوص، حطيه عليها كمان بيديها طعم اجمل. خلاص كده اهوت، حطها كده اهوت في الطاجن بالشكل ده الاول من تحت، وبعد كده بحط المكرونه وهنزل عليها بقى اللحمه بتاعتي كده اهوت بالشكل دوت، وهحطها في الفرن يعني، مش هتاخد اي حاجه، ما بتاخدش وقت. الفرن الكهرباء بالذات بتخلص بسرعه، ان هي بتسوي فوق وتحت على طول، عكس الفرنه بتاعتنا مش بيبقى فيها فوق وتحت، بتبقى وكمان حجمها صغير، فالحجم الصغير بيسوي لك الاكل بسرعه. كل ما صغر الحجم الفرنه كل ما هي بتسوي بسرعه، فسويتها لي الحاجه بسرعه يعني ما شاء الله عليها.
خلاص كده عملنا البشاميل بتاعتنا. احط على الوش جبنه رومي، هي دي اللي هتتحمر وهي اللي بتدينا طعم كمان، ما تقدريش تستغني عنها. يعني لما كنت بحط بيض على البشاميل كانت العيال بتشيل الوش دوت وترميه. لا كده بصي المنظر بقى، هنشوفها بقى لما تطلع. ادي الاكل بقى كده بعد ما خلص. هفضي بقى كده اهوت عشان اغرفه، مش عارف ان انا ايه اغرفه من الحله، فلازم افضيه في صينيه، وبعد كده اغرف من الصينيه عشان الصوابع ما تتقطعش وانتي بتطلعي بالمعلقه وكده اهوت ما تتقطعش، يعني برضو مش هغرف واحده واحده اهو بالشكل ده. والحاجه سخنه كده، المحشي وهو سخن بيبقى ايه، بالذات محشي الكرنب لازم يبقى سخن جدا. هظهر الحاجه دلوقتي اهو ظهرت. اعملوا لايك للفيديو، اعملوا لي لايك للفيديو. اهو بالشكل ده كده، ونغرف بقيه الحاجه بتاعتنا معلش بقى وقفت التسجيل عشان خاطر الاذان، وهنبدا بقى نكمل معاكم كده اهوت اخر الفيديو. كده احنا بدأنا ان احنا غرفت الكرنب كده اهو فضيته بالشكل ده كده اهوت، وبعد كده بعديه الكوسه والبتنجان هنحطهم برده نرصهم في الطباق. هي كل حاجه مش باينه بس عشان بقول لكم ايه الستاند اتكسر فيه معايا وانا بعمل الفيديو ده، فعشان كده ايه الحاجه كده حاساها مش في الاخر كده التصوير مش كويس معاكم يعني، بس بحاول على قد ما بقدر ان انا بظهر ايه الحاجه كده قدامكم. ادي كده اهوت. نحط بقى المحشي بتاعنا كده اهوت، برصه كده في الطباق عشان احط بقى عايزه املى السفره، لان محشي نوعين محشي وكده اهوت مش مالين السفره يعني بالنسبه لي. طبعا هي عزومه كده اهوت، مش عزومه يعني ايه العائليه كده اهوت، عازمه العيله كده، عيلتي عيالي يعني مش عيلتي، عيالي كده اهوت معانا. وادي الفراخ كده بعد ما حمرتها بس المنظر بتاعها. وادي الشوربه كده، كل واحد طبق شوربه وكل واحد الطبق بتاعه قدامه عشان ياخد ويحط كده قدامه. وده كده هوت الوجبه بتاعتنا. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى تعملوا لي لايك او مشاركه للفيديو، لو مش مشتركين في الفيديو تشرفوني بالاشتراك. وادي كده هوت السفره بتاعتنا، ودي مقطعه بقى ال البشاميل اللي هي على السفره على طول، بس حاطه حاجه تحتيها لان هي كانت سخنه جامد، والازاز بتاع السفره ازاز، فخفت يعني انا بخاف عليه، هو ازاز تقيل بس بخاف عليه ان هو مثلا طرقع يحصل له اي حاجه، فالامان اكتر يعني بحط حاجه كده تحتيها. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش بقى بلايك للفيديو، ولو مش مشتركين في القناة تشرفوني. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.